اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحب صابر من قناه سيرفيس فود. تعالوا كده ب 200 جنيه نجيب بقى ايه خزين التلاجة، نقول لمده اسبوعين ولا حاجه. عندي كده مفيش حاجه رخيصه بقى الحمد لله. عندي طماطم ب20 وب25 ماشي. وجبت بقى الصغنطوطه دي عامله 10 جنيه الكل، كان واقف عليها اللي هي الطماطم الشيري دي بتبقى قمر. هتيجي 2 3 كيلو برضه في السلطه وبيبقى شكلهم حلو وعسول كده. وعندي البطاطا طبعا الكيلو وربع ب10. جبنه حوالي 3 كيلو. وعندي الخيار ده، الخيار الكبير شويه بيبقى سعره اقل. تمام. عن الخيار التاني شغال طبعا ويبقى زي الفل عندي. نجيب بقى ب20 جنيه بيبقى حلو قوي برضو. خليه يعمل لي السلطه اي حاجه يعني، كل حاجه بتنفع. وعندي البصل برضو جبنا منه حوالي 2 كيلو ونص ب20. الفلفل الكبير ده جايباه ب20. تمام. وبعد كده لقيت الفلفل الصغير ده ب10. رحت جايبه من ده وجايبه من ده لان الراجل طبعا ما رضاش يرجع ده اللي هو الكبير. تمام. وعايزه اقول لكم ان الفلفل الالوان ب40 جنيه، بصراحه ما جبتش. وعندي الكوسه شويه دول عاملين 10 جنيه برضو، ينفعوا تعملي شوربه خضار او حاجه، او كوسه بشاميل. تمام. بيبقوا زي الفل معايا. تمام كده. وحاطين برضو شويه فلفل حامي تعملي هريسه الكلام ده كله. البطاطس بقى طبعا انتوا عارفين الاسعار الجميله بتاعه البطاطس، دول كده ب50 جنيه. تمام. طبعا للتحمير، طبعا للطبيخ، هتعملي صينيه مسقعه، هتعملي صينيه بطاطس بالفراخ. بصي لا غنى عنها، تحمير 24 ساعه. احنا مبطلش بطاطس انتوا عارفين. والفلفل البلدي بتاعنا برضو بيبقى ملون كده، تعملي بينه مسقعه تقليه جنب الاكل، عايزه اقولك بيبقى تحفه. البصل طبعا صحي مليون في المية، مش للطبيخ بس، انت لو حطيتيه على السلطه او قطعتي كده بصلايه جوانح كده تمام مع اي اكل، وحطيتي عليها توابل وحطيتي عليها معلقه خل، يا سلام. عايزه اقولك طعم ولا اروع. الخيار طبعا كنز في التلاجة عندنا. البطاطا، الطماطم طبعا، والله طبعا الحاجات دي نعمة في البيت. بصوا يا جماعة، لما البيت كده بيفضى تمام، اهم حاجة يفضى مثلا جبن وخزين التلاجة والكلام ده كله، الجبن واللانشون والكلام ده كله. والخضار اهم حاجة تجيبيها هي الخضار، وتروحي كده على الساعة 5 كده بعد العصر، الاسعار بتبقى اقل. تمام. حتى لو فرق 5 جنيه في الكيلو، ما هو انت بتجيبي كام كيلو؟ انا جايبة الحاجة دي بسم الله ما شاء الله، قلت تكفيني اسبوعين كده ولا حاجة، او لو قعدت اكتر تمام، قعدت اقل تمام. المهم انا عامله ليميت ان هما اسبوعين. وعندي بتنجان في التلاجة، وبتنجان رومي كنت جايبه كده حوالي 2 3 كيلو، فكده معايا زي الفل. وفي جزر كمان، في كيس جزر انا شايلاه مكعبات كده في الفريزر. تمام. يعني كده معايا زي الفل ما شاء الله. الخضار بتاعنا، هتعملي صينيه بطاطس، هتحمري بطاطس، هتسلقي بطاطس، خلي بالك البطاطس دي كبيره. تمام. الفلفل اللي انا غنى عنه اديني قلت لك اهو، في المحشي، في المسقعه، في كل حاجه. انا عايزه اقول لك ساعات بيبقى طعمه مسكر كده، ممكن تاكلي واحد كده جنب الاكل بيبقى طعمه زي الفل. البصل زي ما قلت لكم لا غنى عنه في طبيخ في كل حاجه. الفلفل ده ممكن ان انا اديله ضربه كده مع فص ثوم، لما بنعمل الهريسه بتاعتنا مع الثوم مع الخل مع الليمون مع البهارات، وارفعي بقى على الفريزر في برطمانات وبيبقى زي الفل معانا. الطماطم زي ما قلت لك عسوله الولاد هيفرحوا فيها، حطيها كده في طبق السلطه، هي بتبقى شكلها حلو قوي مميز، مش لازم تقطعيها مكعبات صغيره. وعندي طبعا البطاطا هنعمل منها بطاطا بشاميل، هتعملي منها تشويها تسلقيها، عايزه اقول لك تعمليها مكرمله زي ما عملنا في فيديو قبل كده، يعني زي الفل. تعمليها كريم كراميل زي الفل. الخيار عندنا طبعا، عايزه اقول لكم ممكن ما تكونش الحاجات كتير بس هتستر البيت من الاخر كده. فانت فضيها بقى في حاجات، ما تسيبهاش في الشنط طبعا، فضيها كده في اللي هي الطباق، او اللي هي البوكس اللي هي بتبقى مفتوحه دي. تمام. الطباق المفتوحه دي اللي احنا بنفضي فيها، خليها في التلاجة هتنفع معاكي. ويا رب تكوني استفدتي حاجة من الفيديو، ولو معلومة بسيطة. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسيش تنوري تلاجتك بالخضار. وبعد الخضار ابدأي هاتي البقوليات، وابدأي حاجات العطار. وبعد الكلام ده كله ابدأي بقى هاتي الجبن والحاجات اللانش بوكس والكلام ده كله. ويلا توكلنا على الله، وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناة زر السفود، وشكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.